مرحبا بكم في سلطان بلانت، حلقة جديدة من البرنامج الأكبر والأعظم والأشرق والأقرب في مجرة درب التبانة كلها. ألذ زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت، إن شاء الله من بداية الشهر الجديد شهر 2 هيكون إن شاء الله في 3 برامج جديدة نزلت على القناة الجديدة. هيكون في برنامج بودكاست وبرنامج تانية اللي هو عن المنوعات التراثيات والحاجات دي كلها، هنتفرج مع بعض على حاجات تراثيات. والبرنامج الثالث هيكون دادي وشاجي وهواك، وهيكون انتوا اللي بتعملوا الكونتنت بتاعه عن طريق ان انتوا تبعتوا مشاكلكم واحنا بنحاول جاهدين ان احنا نحلها، مش عارفين ازاي بس هنحاول محاولات عظيمه ان شاء الله. واللي عايز يشارك في البرنامج ده يتاكد ان هو موجود عندنا على الانستجرام، صح؟ علشان خاطر هو ده يبقى حلقه الوصل ما بين هنا وما بين هنا. المهم تابعونا على الانستجرام تجدوا ما يسركم. بالظبط كده. طيب ندخل النهارده في حلقه النهارده بسرعه يا باشا، نخش بسرعه. انا عارف ان انت مستعجل وعارف ان الساده المشاهدين وقتهم ما يسمح لهمش والدنيا اتاخرت، بس قبل اي حاجه ممكن تتفضل بلايك وسبسكرايب وزر الجرس والحاجات اللي هم بيقولوها في الاول دي اللي احنا مش بنحبها. معانا النهارده نبيل المعن راح لبعيد أو هندخل في التفاصيل بالسرعه دي، مش عايز نضيع وقت المشاهدين في اي حاجه. لا باشا حبه كده وحبه كده، لازم برضو تراعي هنا وتراعي هنا. طيب اوكي، ما هو ده بقى اللي انا خايف منه من ساعتها. ده دول 2 يا زميلي، بجد والله دول 2 وهيشتغلونا. ما لقيناش حاجه تضيع الوقت، صح. طلع لنا من تحت الارض مكانك انها هتزولنا احنا مزوله، بس قشطه. يلا بينا دخلنا في التفاصيل. والان مع الدخول في التفاصيل. ايوه بتاخد من طاقتي قوي مع الدخول في التفاصيل. الو، مش موجود. بس كده. تشيك تيست تاكد ان كل حاجه في السنترو. انا بحب الصوت ده مع انه ما فيهوش حاجه، بس صوت النويز ده في حد ذاته بيدخلك في حقبه زمنيه بعيده جدا. مجرد بس ما تحط الابره هنتدلع. شفشاون يا زميلي، شفشاون هيتروق علينا. في يا شفشاون القلب. اما انا قلت لك كذا مره ان شفشاون، بس انت انا ما بسمعكش بجد والله. انا بقيت لما المزيكا بتخش خلاص بنعزل عن التاريخ. شو مجمله مكان يا اخي، مكان. ايوه حسيت قلبي راح لبعيد، راح يرقى هو من جديد. الوادي يتفكر طريقه كل ما كانت الغيام، يفك العين بغرام ويا متسر بالله. حسيت قلبي راح لبعيد، راح يرقى هو من جديد. الوادي يتفكر طريقه كل ما كانت الغيام، يفك العين بغرام ويا متسر بالله. انا شكلي مش هركز مع الاغنيه ولا هركز مع اي حاجه غير الفيو اللي انا بشوفه دلوقتي. هو اصلا تقريبا هو متصور من قلب شفشاون نفسها من جوه. كنت لسه هقول لك ده، تحس ان هو متصور مع الاغنيه اللي فاتت اللي احنا عملناها. هي عامله نفس اللوك، نفس الميك اب، وتقريبا يعني نفس الاضاءه، نفس التصوير، نفس كل حاجه. هم حاجتين بس عايز اسال عليهم. تمام، اول حاجه علاقه التليفون واللي حصل في الاول بده مش مهم تعرفه اصلا، مش مهم تجاوب يعني ممكن نعرفه بعدين. الحاجه الثانيه، نوع الميوزك ده اندلسي ولا ملحون؟ اعتقد ان ده اندلسي. انا اعتقد ان ده ملحون، بس بالستايل الجديد، يعني بالستايل اللي داخل فيه حته بتاعه اليومين دول. الوقت توقيت اللي احنا فيه حاليا، مش عارف. ما انت فاهم، الناس الصراحه بتبقى ادرى مننا في القصص دي. وعشان تبقوا عارفين برضو في ناس كتير بتبعت لنا تقول لنا اعملوا ملحون واعملوا دقه مراكشيه واعملوا عيطه. ابعتوا لنا الاغاني، يعني ابعتوا لنا على الانستجرام الاغاني اللي انتوا عايزينها من الدقه المراكشيه ومن الملحون، عشان فعلا احنا بنخش ندور على الملحون يعني. يا لهوي يا لهوي شفشاون جميله مكة الغيام، يفك العين بغرام ويا
وتصير بالله حسيت قلبي راح لبعيد راح يلقى هو من جديد الوادي يتفك. لا سيبنا بقى. ما انا مش عارف يا زميلي اعدي الفيو ده على خير والله، انا مش عارف اعديه على خير. ايه يا جماعه ليه؟ يلا حبيب قلبي، شو هالجمال شو هالجمال. حد يبعت له فيزا سياحه يا جماعه، مش كده؟ يلا راح يلقى هو من جديد الوادي يتفكر طريقه كل مكة غيام يفك العين بغرام ويام وتصير بالله. يا الله يا الله. قتلوا بالمهل يرجع لخليل كي كان زمان يرجع من جديد القلب كيف يتفكر ينسى هذا حل غرام كي عكس الدب في الخريف ما تدري كون صبر. قتلوا بالمهل يرجع لخليل الله الله الله. ايه كلام مرصوص راسه غريب. القلب كيف يتفكر ينسى هذا حل غرام كي عكس الدب في الخريف ما تدري كون صبر. قتلوا بالمهل يرجع لخليل كي كان زمان يرجع من جديد القلب كيف يتفكر ينسى هذا حل غرام كي عكس الدب في الخريف ما تدري كون صبر. انت خدت بالك الحته دي اتقال فيها كام كلمه؟ ده لحمت كله في بعض صح. شغلت صوتها اه وما لقيتش حد يطفيه. بص هو حاجه من الاثنين، يا اما اللحن بيتعمل قبل الكلمات يا اما الكلمات بيتعمل قبل اللحن. بس هو صديقي خد بالك الحاجات دي ده تفكير وجودي يعني ايه قبل ايه ده. لا دلوقتي في معظم الاول كان الكلمات وبعد كده اللحن في القصايد يعني. دلوقتي اللحن وبعد كده الكلمات او الكلمات بعد عادي يعني الاثنين بيؤدوا الى ما هما الاثنين بيحصلوا. بس انا بتكلم هنا بقى اللحن ولا الكلمات الاول؟ والله لو اللحن الاول صعب ان انت تعرف. لو اللحن الاول يبقى ربنا يكون في عون اللي بيكتب الكلمات اللي هو نبيل المعنى وطارق. صح الصراحه بس كل اللي تقدر تقوله الاحساس اللي واصل ايه. سلام داخلي. بس ده يعني التكنيك فيه اكتر. بص بس تكنيك فيه أكتر. انا كمستمع دلوقتي صراحه عندي سلام داخلي غير طبيعي. اللي هو حنيه الصوت، روقان المزيكا، الوتريات على نغمه الرق مع المشهد العظيم اللي ورا ده، حاجه كده اللي هو تخليك طاير يا اخي. يلا يا اخي يلا يا اخي. جديد القلب كيف يتفكر ينسى هذا حل غرام كي عكس الدب في الخريف ما تدري كون صبار. الناس دي رايقه قوي يا اخي. كي كان زمان يزورني بالليل يرجع لبحر الشوق يرويلي قلبي. كي كان زمان كلامو يدوب الجبال خلي زهر والسوسن في خاطري كيف جنان. كي كان زمان يرويلي قلبي. كان زمان خلي زهر والسوسن في خاطري كيف جنان. اسمع يخلي سهر والسوسن في خاطري كيف جنان. يا سيدي الحته اللي ايوه يا عم دلعنا يا باشا دلعنا يا باشا. ثانية واحمد الله الدخلة اللازمة بتاعت المزيكا رائعة اللي هو يسايبك عايشة وبعد فظيعة رهيبة. بص رهيبة عذرا للمقاطعة معلش يا زميلي. بس انت بس يعني ايه واحد تخيل وحياة امك اهو بتخيل اهو. لا بص هنا لازم تبص في الشاشة.
انت عايش عادي خالص عشان مش سامع. بس انا يعني معلش بتفتح باب الشقه بتلاقي كده. انت بتفتح باب الجنه يا بيه. يا بيه انت بتفتح باب الجنه يا بيه. انت طالع دلوقتي من الاوضه انت حتى هتلاقي ده في وشك، يعني طالع كده لقيت ايه ده؟ ايه اللون ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ما شاء الله ما شاء الله، لا يسعنا الا ان نقول ما شاء الله. الباب اصلا، الباب نفسه الشكل الهندسي راكب وتحياتنا للي خد الشوت ده صراحه. ايوه بقى. لا كنت كملوا فيها يا جدعان والله العظيم شويه. خير الكلام ما قل ودل. لا يا اخي شويه ايقاعي كده. ادالك حتتين تك تك تك، عمل لك عمليه اغماء لمده ثانيه. قلبي راح لبعيد، راح يلقاه ومن جديد. الوادي يتفكر طريقه كل ما كانت الغيام، يفك العين بغرام ويام وتسرب الارض قتلو بالمهل. يرجع لخليل اللي كان زمان، يرجع من جديد. القلب كيف يتفكر انسى هذا حل غرام. يا عرس الدف الخريف ما تدري كن صبار، يا عرس الدف الخريف ما تدري كن صبار. ولا ايه الحلاوه دي؟ طب بفكرني يا زميلي لما رحت الشغل وانا بتاخدك لقطه زي جحود المشهد. يعني جحود المشهد، جمدان المشهد لا يضاهيه جحود. بفكرني لما نسافر ان شاء الله ابقى اصورك كادر زي ده. ده لازم يا زميلي، ده خد بالك تبقى عامل كده الصوره، المعاملات اللي تخلي الصوره بالشكل ده كلها متوفره. رفعه الايد لوحدها ادتك احساس ان طايره في السماء مش على الارض. قط المشهد من تحت لحد رجلها عشان يديك نفس الاحساس. الله دي فنيات تصوير معلش. الله. لا 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 يا باشا، لا رقي. ده عدى مرحله الرقي والله. رقي والله العظيم حد عدى مرحله الرقي. فكرت في شمس العشيه. احنا خلينا متفقين على اتفاق. قول لي. الست نبيله ايوه ما بتخيبش ابدا، ما بتطلعش كده يعني ما بتطلعش كده. طلعتها بفلوس. طلعتها بفلوس يا باشا. طلعتها بفلوس. ده حقيقي. ما مش هتجيلك تقول لك السلام عليكم وتمشي. انا وجهة نظري في اصوات لما بتتسمع ما بتستناش منها ان انت تسمع منها ليركس تقيله او بتاع، مجرد صوتها لوحده مريح للاعصاب. انا بالنسبه لي الفنانه نبيله معا صوتها من الاصوات المريحه للاعصاب، ويندرج في نفس التاب دي، يعني نفس الموضوع ده برضو. شامة حطت الصوتين دول الصراحه كده في قالب لوحده. الاثنين عندهم انت بتتكلم على امكانيات صوتيه ولا لاين في الغنى؟ لا مش بتكلم على لاين، انا بتكلم على صوت. طب حط معاهم جيلان بقى. الاثنين. يا عم انت تزاولتني ولا هم فوق اهم، حط معاهم جيلان. هقول لك على حاجه، جيلان صعب تتحط معاهم. انا بقول لك لان الصوتين، الصوت بتاع نبيله والصوت بتاع شامة مريحين عصبيا. صوت جيلان هي تقدر تحطك في القالب اللي يريحك عصبيا، وتحطك في القالب اللي ما يريحكش عصبيا، واللي يحزنك واللي يبقى. صوت جيلان انت عايز ايه؟ تمام انا هعمله. انت فاهم؟ بس هنا نبيله معنى زي ما بقول لك التراك ده تكنيك اكتر منه، يعني تكنيك صوت، تكنيك مزيكا وصوت كمان. يعني في لعب كتير، يعني شمس العشيه والغزال فاطمه والحاجات دي في صوت انت بتعرف تقول ان الصوت ده فعلا جامد. لكن هنا حتى الجمل الكلاميه اللحنيه نفسها صغيره، بس فالتكنيك بتاعها احلى. مريح قوي. ده مريح قوي يعني. بص يا زميلي ما شاء الله، مبدئيا كده المكان ده اسمه دار ياسمين. دار جاسمين. دار ياسمين. ماشي، ممكن نعمل اعلان مقابل ان احنا نيجي نعمل ريفيو. مش هيبقى اي ريفيو ده. انت دبانه رخمه. انت ليه؟ ما تعالي صوري معانا، تعالي اتفضلي معانا. دي ناموس يا زميلي، دبانه يا زميلي. قشطه. وهذه كانت الحلقه الرايقه. ايوه فكنا فيها عظمنا. ايوه وبعدنا فيها عن المنطقه ايوه اللي انتوا عارفينها واحنا عارفينها كويس. بالظبط. انا رايق دلوقتي.
ودي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معاكم مستر دادي شاجي برعايه نبيلة معا. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.